السلام عليكم ورحمة الله. أهلا يا أصدقائي، بحب أرحب بكل أصدقائي من طلبة وطالبات الصف الرابع ابتدائي برايمري جريد 4. كمان بحب أرحب بأعزائي من الآباء والأمهات الموجودين معنا. درس النهاردة يا أصدقائي هو يعتبر ليسون 4 من يونت 2. الدرس بعنوان بار مودلز variables and story problems. الدرس بيتكلم على شوية حاجات من الحاجات اللطيفة الظريفة اللي برضه في نفس الوقت هي مهمة. الليسون بتاع النهارده يا أصدقائي يعتبر من الحاجات اللذيذة اللي يعتبر برضه نسبيا ليسون صغير مش طويل، وعلشان كده احنا دمجنا معاه الجزء بتاع الاكسرسايز، وبالتالي الحلقة دي حلقة الفيديو دي فيها شرح الليسون بالإضافة إلى الجزء الخاص بالاكسرسايز بتاعه. اوكي طيب، خلونا ما نضيعش وقت ونخش بسرعة على ليسون 4. ده يا أصدقائي الجزء الأول من ليسون 4. هنا بيتكلم عن حاجة اسمها البار موديلز أو البار موديل. الموديل ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن زي جدول صغير كده فيه 3 معلومات. لو اداك معلومتين ممكن تستنتج أنت المعلومة الثالثة. إزاي الكلام ده؟ يعني شايف الجدول ده، الجزء اللي فوق ده مسميه الهول، ده الكل أو المجموع. الجزء اللي تحت ده بارت، ده جزء، ممكن يكون الجزء دوت معلوم. والجزء التاني ده أو البارت التاني ده بارت ممكن يكون غير معلوم، عشان كده كاتبين هنا نون وأنون، يعني فيهم واحد بيبقى معلوم وواحد مش معلوم. طب لو أنا عايز لو أنا اداني الكل واداني أحد الأجزاء، أقدر أجيب الجزء اللي مش معروف. إن أنا أقول والله الجزء اللي هو غير معروف دوت هيساوي اللي هو الهول دوت أو الكل ماينس البارت اللي هو يعتبر نون أو معروف. ماشي، يبقى أنا ببساطة هو الجدول ده بيحتوي على 3 معلومات. المعلومتين الموجودين أقدر أستنتج بيهم المعلومة الثالثة. تعال نشوف كده المثال البسيطة برضو هيوضح الفكرة. الإكزامبل ده: The number of boys and girls in the school is 1246. قال لك عدد الأولاد والبنات في المدرسة الاثنين مجموعهم يعني 1246. The number of boys is 625. What is the number of girls؟ يبقى كده هو مديني عدد الإجمالي للأولاد والبنات مجموع اللي في المدرسة، ومديني إيه النمبر أوف بويز عدد الأولاد، وعايز النمبر أوف جيرلز. ببساطة أعمل إيه؟ أدي النمبر اللي هو التوتال اللي هو اللي إحنا قلنا عليه اللي هو الأولاد والبنات 1246 دوت، وهنا number of boys 625، وهنا الجيرلز دي هي الإيه؟ دي هي المجهولة، البنات دي هي المجهولة. نجيبهم إزاي؟ هناخد اللي هو الكل دوت ماينس اللي هو البارت الصغير دوت. ماشي، فلو أنا عايز أعرف النمبر اوف جيرلز أو عدد البنات أقول والله الجيرلز يساوي إيه؟ يساوي الكل اللي هو 1246 دوت ماينس 625. يبقى ببساطة إيه، أنا قدرت أنا ببساطة أستنتج الجزء دوت. ماشي. طب لو كان اداني الجيرلز واداني البويز كنت اقدر اجيب الايه المجموع او الهول او التوتال، كنت هجمع ده زائد ده اجيب ده. يبقى انا البار موديل ده ببساطه هو بيديني معلومتين، وانا هقدر ببساطه ان انا استنتج المعلومه الثالثه. تمام كده يا اصدقائي؟ تمام اصدقائي. الجزء الثاني من ليسون 4 هنتكلم على حاجه بيسموها الفاريبلز. الفاريبلز يعني ايه؟ الفاريبلز هو الاسم بتاعها او الترجمه بتاعتها المتغيرات، الشيء المتغير. وهنا المقصود بيه ان انت لو انت عندك حاجه معينه رمز ولا حاجه موجود في معادله محتاج تعرف القيمه بتاعته، فالمعادله تبقى فيها شويه فاريبلز. تعالوا كده نشوف الدنيا فيها ايه عشان نفهم الفكره بشكل افضل. هنا المثال اللي احنا خدناه من شويه: The number of boys and girls in the school is 1246. The number of boys is 625. What is the number of girls؟ فاحنا كتبنا العبارة البسيطة دي أو المعادلة البسيطة دي. قلنا إيه؟ boys and girls equal boys plus girls. يعني number of boys and girls equal number of boys plus
number of girls. مظبوط كده، تمام تمام. كل حاجة حطيناها بقيمتها. boys and girls عارفين قيمتهم اللي هم ايه 1246 equal boys كام 625 plus ايه girls. يبقى دي المعادلة اللي احنا ايه متفقين عليها، اللي الراجل قالها في الايه الاكزامبل بتاعه. حطينا كل حاجة بقيمتها، يعني زي ما انتم شايفين كده كل حاجة بقيمتها. وهنا حتى لو انتهى بحيث تبقى واضحة boys and girls 1246 البويز 625 الجيرلز زي ما هي. طيب انا ممكن كلمة جيرلز دي احط حرف ليها او رمز ليها، ارمز ليها برمز الجي. بقول والله انا عندي معادلة هنا 1246 equal 625 بلس جي. في هذه الحالة جي دوت اللي بيطلق عليه variable. ده ايه الجي ده اللي احنا بنسميه ده variable يعني ايه ده رمز. احنا لسه محتاجين نحل الايكويشن او نحل المعادله دي عشان نعرف قيمته. اوكي، يبقى دي اللي احنا بنسميها ايكويشن عباره عن ايه؟ عباره عن الجمله دي رقم هنا ايكوال وشويه حاجات تانية على الناحيه اليمين. ماشي، سموها ايكويشن ليه؟ لان الطرف اليمين بيساوي الطرف الشمال. الطرف دوت كله بيساوي الطرف ده كله. طب الطرف ده كله الشمال ده معروف رقم، بينما الطرف اليمين دوت في جزء منه رقم وجزء منه رمز اللي هو الجي. ماشي، دي العبارة دي بيطلق عليها ايه ايكويشن او دي المعادلة. ماشي، طيب المعادلة لما يكون فيها فاريبلز زي الجي كده انا دوري ايه؟ دوري ان انا احل المعادلة دي واجيب واحسب او احدد قيمة الفاريبل او قيمة الجي دوت. طب تعال نشوف قيمة الجي. هقول ان جي ايكوال الرقم دوت اللي هو 1246 minus 625 equal 621. يبقى انا ايه؟ يبقى انا حليت المعادله بتاعتي وجبت قيمه الفاريبل بتاعي وحددت قيمته. ماشي، فالشكل ده اللي احنا بنسميه ايكويشن او دي اللي هي المعادله، وده اللي احنا بنسميه الفاريبل اللي هو رمز كنت برمز بيه لحاجه معينه. وانا بحل المعادله او احل الايكويشن في الاخر عشان اجيب ايه؟ اجيب قيمه الفاريبل ده. ماشي، الفاريبل ده جه منين؟ جه من هنا ان كان في هنا حاجه مجهوله اللي هي نمبر اوف جيرلز، فانا اديتها رمز حرف الجي. ماشي، حرف الجي ده زي ما احنا قلنا بنسميه فاريبل. يبقى انا كده بقى عندي معادله وفيها فاريبل واحد او فيها متغير واحد او مجهول واحد. طبيعي ايه ان انا احل المعادله عشان اعرف ايه قيمه هذا المتغير او قيمه هذا الرمز او قيمه هذا المجهول. بالفعل انا حليت المعادله وجبت قيمه الجي قيمتها كام 621. ماشي، فاحنا محتاجين نركز بس على الشكل ده. الشكل ده احنا بنسميه ايكويشن وده بنسميه فاريبلز، واحنا بنحل الايكويشن عشان نجيب قيمه الفاريبلز. تمام كده يا اصدقائي؟ تمام، واضح كده الفكره؟ اوكي تمام. ده الجزء الثالث يا اصدقائي من ليسن 4. الجزء دوت هنتعرف فيه على الستوري بروبلمز وازاي ان احنا ممكن نستخدم البار موديل في حل الستوري بروبلمز او اللي هي المسائل الكلاميه. طيب تعال نشوف الاكزامبل ده. The distance between Cairo and Alexandria is 218 kilometer. The car moved from Cairo to Tanta, which is 93 kilometer far from Cairo. يعني المسافة بين القاهرة واسكندرية 218 كيلومتر 218. والعربية اتحركت من مصر أو من القاهرة لحد طنطا وقطعت مسافة على الطريق 93 كيلومتر. What is the remaining distance؟ إيه هي كمية أو المسافة الباقية؟ طبعا هي طنطا دي على الطريق ما بين مصر واسكندرية. أي حد ماشي على الطريق الزراعي وهو ماشي على رايح اسكندرية بيعدي على طنطا. طب لما يكون هو التوتال ديستانس أو المسافة كلها 218 يبقى هنحطها فوق. ماشي، 218 نحطها فوق. واللي هو اللي احنا عارفينه ان هو وصل لحد طنطا ودي عباره عن ايه 93 كيلومتر. ادي 93 كيلومتر. يبقى الريمينج عباره عن ايه؟ الريمينج اللي هي دي اللي انا اديتها رمز دي حرف الدي. اقدر اقول ان دي نقدر نجيبها ازاي؟ اقدر اقول ببساطه ان دي equal
218 minus 93 ببساطة كده. مش ده يعتبر بارت مجهول وده بارت معروف 93 أو 93 وده الهول أو ده الإجمالي اللي معروف اللي هو 218. وبالتالي لو أنا عايز أجيب البارت ده هعمل إيه؟ هجيب دوت اللي هو الهول ده أو الكل دوت اللي هو 218 minus 93 equal 5. 8 minus 3 5. 1 minus 9 هيبقى 2 1 ببساطة كده. تمام كده يا أصدقائي، وضحت كده الفكرة؟ إذا أنا ممكن أستخدم البار موديل دوت في إن أنا أحل الستوري بروبلم عن طريق إيه؟ عن طريق الموديل اللي عندي، إن أنا عندي موديل فيه 3 معلومات، لو أنا عندي معلومتين أقدر إن أنا أحسب المعلومة الثالثة بسهولة. وضحت كده الفكرة يا أصدقائي؟ تمام كده؟ تمام. تعالوا نخش بقى على الجزء بتاع اكسرسايز الجزء الجاي. ده يا أصدقائي الجزء الثاني من الاكسرسايز. بيقول لك إيه الراجل؟ find the value of each variables in the following. يعني كل الفاريبلز الموجودة اللي هي زي كده التي وزي الواي وزي الاكس وزي الام، عايز يعرف القيمة بتاعتها. طيب تعالوا نشوف مثلا في أول واحدة اللي هي الاي ديت. التي ده نقول ايه؟ ايكوال ايه؟ نقول والله التي بيساوي الجزء دوت زي الجزء ده، الجزء ده ببساطة، لأن هي التي ده تعتبر الهول دي الايه؟ توتال، والأطراف اللي جاية دول اللي تحت اللي هم دول البارتس بتوعها. فالتي بيساوي 3 to 1 3 to 1 40 40 بلس 1 4 830 830. ماشي. تعال نجمعها تحت كده، نقول دي الايه كده هتبقى 3 2 140 بلس 148 30. تمام كده. 3 بلس 3 0 بلس 0 equal 0. 4 بلس 3 7 1 بلس 8 9 2 بلس 4 6 3 بلس 1 4. يبقى تي هتساوي ايه؟ هتساوي الرقم ده 4 6 9 7 0 9 7 0. تمام كده؟ تمام. تعال نشوف بقى كمان البي. البي فيها ايه؟ كده خلصنا الايه. نخش على البي. ماشي. في واي هنا، الواي هنقول الواي ايكوال الجزء الكبير اللي فوق دوت ناقص البارت اللي تحت. مظبوط كده. واي بيساوي 2 4 160 ماينس 168 22. ماشي. وحابين ناخدها كده نعملها بشكل رأسي. هنجيب شوية دول نحطهم تحت يبقى 16822. هنا في ناقص. اوكي. تعال نطرح بقى كده 0 ماينس 2 مينفعش، يبقى 10 ماينس 2 8. تبقى دي 5 ماينس 2 3 1 ماينس 8 مينفعش. 11 ماينس 8 يبقى 3. تبقى دي 3 ماينس 6 مينفعش. 13 ماينس 6 يبقى 7 تي 1 وهنا يبقى 0. إذا واي ايكوال ايه؟ واي ايكوال الرقم دوت 7338. ماشي. يبقى دي الواي، دي الواي. تمام كده. دي الواي. تمام كده. طيب تعال نشوف كده الام هنا فوق نفس القصة. ام ايكوال الجزء اللي فوق 28160 ماينس الجزء اللي جنبها 14830. ماشي.
كي، خلصنا البي كده. طبعا دي عملية طرح بسيطة ممكن تعملوها انتوا مفيش مشكلة. ماشي. طب بالنسبة للإكس دي تساوي إيه؟ الإكس إيكوال نفس القصة برضو 16 الجزء اللي فوق 16 280 ماينس 14830 تمام كده يا شباب. برضو انتوا اعملوها، انتوا اعملوا بقى الايه دي الاكس دي والواي دي. حلوة، انتوا عاملين طرحة عادية. ماشي يا شباب. يبقى انا كده ببساطة ايه؟ ببساطة ان انا بقدر اجيب اللي هو الفاريبل، اما ان انا الفاريبل ده هو في مكان الهول فبجمع الاثنين مع بعض عشان اجيب قيمته، اما الفاريبل ده يبقى واحد من اللي تحت فبقول والله الكبير اللي فوق ماينس اللي هو المعروف اللي تحت، البارت اللي معروف اللي تحت. تمام كده يا اصدقائي. يعني الدنيا فكرة بسيطة جدا وممكن اي حد يعملها بسهولة. ماشي، وضحت كده؟ تمام. تاني من اكسرسايز، والراجل برضو بيتكلم في نفس الموضوع بس هنا مركز شوية على موضوع الايكويشن. بيقول لك هنا ايه complete in the equation g plus 520 equal 950 then g equal نقط. بمعنى انه عايز يجيب قيمة الجي، عايز يجيب ايه قيمة الجي. هو نفس الفكرة اللي هي خاصة بالبار مودلز. ماشي. هو انا قال لك ايه؟ قال لك هنا كمان لو كان هنا في حاجة زي كده، لحظة واحدة. تعال نشوف الايكويشن دي، تعال نمثلها على البار موديل حاجة زي كده. اللي فوق دي اللي هي الهول 950 واللي تحت دي 520 وهنا الجي. يبقى جي ايه؟ جي ببساطة equal 950 minus 520. تمام كده. يعني الموضوع بسيط خالص. هنطرح الجزء اللي هو الكبير ناقص الجزء الصغير، هدينا قيمة الجي. تعالوا نطرحها مع بعض كده. 0 3 4. ماشي كده. ادي قيمة الجي. طيب تعالوا نشوف كده خلصنا ايه كده. تعالوا نشوف رقم بي. if k minus 1235 equal 2200 the value of variable k is هنا قال لك ايه؟ k minus الرقم دوت equal الرقم ده. ده معناه ايه؟ لما يقول لك k minus الرقم ده يساوي، ده معناه ان k دي هي ايه؟ اول ما يقول لك حاجه اي لفظ بعد كده في ماينس وراه يبقى كده هو ايه؟ هو ده التوتال، ده ايه؟ ده الهول بتاعنا. يبقى كده هو ايه؟ هو ده كي كده اللي فوق اللي هو الكبير او الحاجه الهول. ماينس قد ايه؟ 1 2 3 5 1 2 3 5 ايكوال قد ايه؟ ايكوال 2200. ماشي. ليه انا عرفت ان هي كي هي اللي هي التوتال؟ لانه قال لي كي ماينس. ماشي. طالما جت كلمه ماينس دي يبقى مؤكد ان الكي دي هي الجزء الكبير، لان الجزء الكبير هو الوحيد اللي بيطرح منه. الجزء الكبير اللي فوق اللي هو دوت اللي هو هنا دوت هو ده الوحيد اللي بيطرح منه، غير كده ما بيطرحش. انا بقول دايما الجزء كبير ناقص، لكن عمري ما قلت الجزء الصغير ده ناقص. ماشي. دايما جزء من اي جزء من دول سواء او ده كل واحد من دول بيساوي الكبير ناقص ناقص الصغير. يعني لو انا عايز اجيب البارت دوت فبيساوي كي دي اللي هو الكبير ماينس البارت التاني. انما لما اقول كي ماينس يبقى هي دي في مكان الهول، في مكان الكل او الجزء الكبير.
ماشي، انما او الكل مش جزء كبير، هو الكل او يعني التوتال. ماشي، فقال لي اول ما يقول لي كي ماينس او اي فاريبل ماينس، يبقى اعرف ان الفاريبل ده هو ايه، هو الايه مكان الهول او مكان الايه توتال. ماشي، ففي الحاله دي اقول ان كي بيساوي كام؟ كي ايكوال 1 2 3 5 بلس 2 2 0 0. ماشي، تمام كده يا شباب. طيب كده احنا خلصنا دي كده، اجمعوا انتوا الجمعة البسيطة دي، اديشن البسيط ده. نخش على C. if 2850 minus y equal كذا equal 1220 then the value of y is كذا. لما يقول لي رقم ماينس يبقى الرقم ده هو ده الكبير، اخلي كلمة رقم هنا ماينس زي ما كانت هنا من شوية k ماينس. كده لما قلنا ان k ماينس ديت، كلمة k ماينس دي مهمة أوي، وهنا برضو الرقم ده ماينس، مهم أوي كلمة ماينس دي. الماينس دي معناها أول ما يجيلك رمز ماينس أو رقم معين وراه ماينس، يبقى الرقم دوت أو الرمز ده هو في مكان التوتال، مكان الهول. فأقدر أقول والله حاجة زي كده، حاجة هتبقى حاجة زي كده. تعال حط نعمل لها البار موديل بتاعها. ماشي، يبقى 2850. ماشي، وهنا 1 2 2 2 2 0، وهنا الرمز اللي هو الواي اللي هو الفاريبل اللي انا بدور عليه. فاقول والله ان واي في هذه الحاله واي ايكوال 2850 ماينس 1220. تمام كده يا شباب؟ تمام، يبقى كده حلينا دي. يبقى ببساطه اركز قوي لما يجيب لي فاريبل او رمز وراه كلمه ماينس او رقم معين وراه كلمه ماينس، ففي الحالتين الرقم دوت او الرمز ده هو مكان الهول، هو مكان اللي فوق. خلي بالك من الحته دي قوي، الحته دي مهمه جدا جدا جدا، لان انت ممكن تتلخفن في المساله. فاول ما اشوف انا كي ماينس او بي ماينس او جي ماينس او رقم معين ايا كان الرقم ده ماينس، يبقى اللي جاي وراه ماينس ده على طول هو ده ايه، ده اللي مكانه فوق، ده اللي مكانه ايه فوق. دي اهم حته انت المفروض تاخد بالك منها. اول ما يقول لك ماينس يبقى ده الرقم ده ماينس كذا، يبقى الرقم اللي وراه كلمه ماينس هو ده الرقم اللي فوق، هو ده مكان الهول او مكان ايه، او مكان الجزء اللي احنا قلنا عليه هول، او ده الايه الاجمالي او التوتال. ماشي، ماشي يا شباب، وضحت كده؟ ادي كي هنا نفسها كانت كي ماينس، وهنا كانت ايه رقم ماينس. خلي بالك لما يجي رقم وراه كلمه ماينس او يجي فاريبل او رمز وراه كلمه ماينس. ماشي، دي اهم نقطه ممكن تاخد انت محتاج تاخد بالك منها، لان انت لو ما خدتش بالك من الحته دي ممكن تتلخفن وتحل المساله غلط. ماشي يا شباب، وضحت كده؟ تمام تمام. ده يا اصدقائي الجزء الثالث من الاكسرسايز بتاعنا. دي مساله كلاميه عادي، ستوري بروبلم عاديه. بيقول لك ايه، احمد wanted to repair his car. The total cost of repair is 12,850 pound. The total cost include labor cost and spare parts cost. التكلفة الإجمالي عبارة عن إيه؟ اللي هي العمالة، تكلفة العمالة أو المصنعيات يعني، والسبير بارتس اللي هي قطع الغيار وتكلفة قطع الغيار. ماشي؟ and spare parts cost which is 9,250. والسبير بارتس تكلفتها معروف اللي هو قد إيه؟ 9,250. What is the labor cost of the car؟ عايز ايه؟ عايز يعرف تكلفة ايه الجزء بتاع العمالة اللي ايه في العربية. ببساطة واحد مدخل عربية، فالعربية دي فيها نوعين من التكلفة. التكلفة عبارة عن تكلفة قطع الغيار وتكلفة ايه العمالة والمصنعيات. طبعا لو جمعت دي زائد دي هيديك التكلفة الإجمالية. فهنا مديني التكلفة الإجمالية هو الراجل 12,850، ومديني التكلفة بتاعت قطع الغيار اللي هو ايه 9,250. فببساطة هنعمل ايه؟ هنعمل البار موديل بتاعنا.
احنا متعودين عليه اهو. التكلفة الإجمالية هو مديها لي اللي هي ايه 12850 ماشي. وعندي القطع الغيار أو السبير بارتس 9250 والسبير. والجزء الثاني اللي هو الليبر كوست ده اللي مش معروف هرمز ليه بالرمز اكس ماشي. والله ان اكس بيساوي ايه؟ بيساوي التوتال اللي هو فوق دوت اللي هو التوتال او اللي احنا سميناه هول او الكل 212850850 ماينس 9250 ماشي. تمام كده تمام. تحب نجمعها كده نجمعها تحت بعض احسن. خلاص نجمعها لكم تحت بعض 99250 0 5 minus 5 0 8 minus 2 8 minus 2 6 12 minus 9 3. يبقى دي الليبر كوست او اللي هي تكلفة ايه؟ تكلفة الليبر او العمالة ماشي. دي الليبر كوست ده الراجل كان عايزها. يبقى زي ما انتم شايفين كده انا بستخدم البار موديل في ان انا احل معظم المسائل الكلامية اللي بتجيلي، لان هي لو انا المسألة عبارة عن فاريبل واحد بس فهقدر احطها في البار موديل ببساطة واقدر اعرف ايه الحاجة اللي هو بيدور عليها، سواء كانت بقى تكلفة قطع غيار او اي حاجة تانية. ماشي يا شباب، وضحت الفكرة كده؟ يعني هو البار موديل يعتبر أداة فعالة جدا من أدوات حل المسائل، إن أنت بيكون دائما وأبدا عندك 3 معلومات، بيديك معلومتين ويسيبك أنت تستنتج أو تحسب المعلومة الثالثة. وضحت كده الفكرة يا شباب؟ تمام كده؟ تمام. بكده يا أصدقائي نكون انتهينا من ليسون 4 والإكسرسايز بتاعته. أتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتوا منها. وأحب أشكركم على تواجدكم معنا. وقبل ما أسيبكم أحب أفكر كل الأصدقاء لو حد لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك دلوقتي ويدوس على اللايك وعلى زر الجرس علشان يوصلكوا كل الدروس والفيديوهات اللي بنزلها. شكرا لكم مرة تانية وإلى اللقاء في الدرس القادم.